قصة كريستيانو رونالدو في 60 ثانية. كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي في كرة القدم ولد في ماديرا البرتغال، انضم إلى أكاديمية سبورتنج لشبونة في سن مبكر حيث برز موهبته الكبيرة، وفي عام 2003 انتقل إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حيث أصبح نجما بارزا في مانشستر يونايتد وفاز بالعديد من البطولات بما في ذلك دوري أبطال أوروبا. في عام 2009 انتقل رونالدو إلى ريال مدريد الإسباني مقابل رسوم قياسية، وقاد الفريق للفوز بالعديد من الألقاب بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني. بعد ذلك انضم إلى يوفنتوس الإيطالي في عام 2018 حيث استمر في تحقيق النجاحات وتحطيم الأرقام القياسية. بعد ذلك ذهب إلى مانشستر يونايتد، ومن مانشستر يونايتد إلى نادي النصر السعودي. رونالدو يعتبر واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ حيث فاز بالعديد من الجوائز الفردية بما في ذلك جائزة الكرة الذهبية عدة مرات. يتميز بقوته البدنية ومهاراته الفنية الرائعة. هذه قصة كريستيانو باختصار. اكتب لي في الكومنت اللاعب الجاي اللي تتمنى تسمع قصته، لا تنسى تصلي على النبي وادعمني بزر اللايك والاشتراك.